ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنكمل الفيز 1 في الام سي يو تايم لاين، واحنا مع الفيلم اللي قبل الاخير للفيز 3. اللي مش عارف ايه هي الفيسز بتاعت مارفل والساجا هتلاقوا اللينك هيظهر فوق على الشمال. فيلم النهارده هو ثور، وثور عموما بره مارفل هو من الشخصيات اللي في الاساطير الاسكندنافيه، وهو عموما متاخد منها. ثور هو اله الكهرباء والرعد في الاساطير دي. الفيلم بيبدأ في سنة 965 قبل الميلاد. اودن اللي هو ملك اسجارد كان بيحارب جنس اسمه فروست جاينت، والكائنات دي كانت عايشة في منطقة اسمها يوتنهايم، وكان قائدهم اسمه لوفي. والحرب دي كان سببها ان اودن عايز يوقف الفروست جاينتس انهم يعلنوا الحرب ويحتلوا الناين ريلمز او العوالم التسعة، واولهم الارض. طبعا الجيش الاسجاردي بيهزم الفروست جاينتس وبيخليهم يهربوا ليوتنهايم، وبياخدوا منهم مصدر الطاقة بتاعتهم اللي هو اسمه كاسكت اوف انشنت وينترز. وحصل هدنة ما بين اودن والفروست جاينتس. في 2011 ابن اودن اللي هو اسمه ثور كان بيستعد ان هو يبقى ملك اسجارد. واسجارد عموما هو ده العالم اللي عايشين فيه اودن ومراته وثور والشعب الاسجاردي. في وسط الحفلة دي بيهجم الفروست جاينتس اللي دخلوا اسجارد في السر علشان كانوا عايزين يرجعوا الكاسكت اللي احنا قلنا عليها مصدر الطاقة بتاعتهم. ثور قال لابوه ان ده معناه انهم بوظوا الهدنة اللي ما بينهم، وده معناه حرب. اودن قال له لا، مش هنعمل حاجة وفكك. ضد رغبة اودن ثور سافر ليوتنهايم علشان يواجه لوفي، وكان معاه لوكي، سيف، فولستاج، فاندرال، وهوجن. وللعلم الاسامي دي زي ما هي كده في الاساطير برضو الاسكندنافيه. لما وصلوا يوتنهايم طبعا كانت مذبحه هناك وكانت عركه جامده جدا، بس اودن الظريف قرر انه يتدخل علشان يحمي الاسجارديان. واودن قال للوفي بص يابا مفيش معاهده ما بيننا. وعلشان يخلي ثور عبره للي حصل ده جرده من القوه الالهيه اللي كانت جواه ونفاه للارض كشخص عادي، وودى كمان معاه المطرقة اللي اسمها ميولنير. ميولنير دي مطرقة معمولة من قلب نجم ميت. المهم هو ثور لما كان بيرميها كانت بترجع له تاني عشان كان إله. دلوقتي لما نفاه للأرض بقى شخص عادي كده، ما بقاش عنده القوة انه يمسك المطرقة دي ولا حتى يشيلها. ولما ودى المطرقة معاه خلى عليها زي تعويذة انها تخلي الشخص الورزي او المؤهل هو بس اللي يقدر انه يشيلها. ثور بينزل نيو مكسيكو، واللي لقيته واحدة اسمها جين فوستر والمساعدة بتاعتها دارسي لويس وإريك سيلفيج. طبعا الناس اللي في المنطقة لما لقوا ميولنير اللي هي المطرقة دي كانوا بيجربوا ان هم يشيلوها، بس طبعا فشلوا. شيلد عرفت بالموضوع ده وبعتت ايجنت كولسون زي ما شفنا في الاندنج سين بتاعت فيلم ايرون مان 2، وراح اخد كل ابحاث ومعلومات جين فوستر عن الثقب الدودي او الورم هول اللي وصل ثور للارض. ثور بعد كده بيعرف ان الهامر قريبه من المكان اللي وقع فيه، وكان عايز يرجع الهامر من المبنى اللي بنته شيلد، لكن لقى نفسه انه مش قادر يشيل الهامر واتقبض عليه. سيلفيج لما لقى الموضوع كده قرر ان هو يساعده وخلاه ان هو يخرج من المنطقه دي. وثور بقى خلاص مقتنع انه منفي وشاف مصلحته مع فوستر. لوكي قص المصايب كلها بعد كده بيكتشف انه ابن الحقيقي للوفي، وان اودن كان متبنيه بعد ما الحرب اللي قلنا عليها في الاول خالص خلصت. لوكي بيواجه اودن بالحقيقة دي، وكان اودن شايف انه عمل كده لان لوكي ممكن يكون هو الوسيلة علشان السلام ما بين الاسجارديانز والجاينت فروستس. بعد كده اودن دخل في حالة اسمها اودن سليب، ودي عبارة عن انه بينام لمدة من الوقت علشان يرجع يشحن الطاقة الالهية اللي موجودة فيه وما يبقاش شخص عادي. ده الكلام ده كله برضه في الاساطير عامة. لوكي بعد كده بيمسك الكرسي بدل اودن وبيعرض على لوفي فرصة علشان يقتل اودن ويرجع الكاسكت. صحاب ثور اللي هم سيف، فولستاج، فاندرال، وهوجن مش بيعجبهم ان لوكي بقى هو الملك، وقرروا انهم يرجعوا ثور من المنفى بتاعه. راحوا للي ماسك الجسر اللي بيوصل ما بين اسجارد للعوالم التسعة اللي اسمه
باي فروست، والحارس بتاعه اسمه هايمدل، وقالوا له ان هم عايزين يروحوا كوكب الارض. لوكي بيعرف الخطة بتاعتهم وبيبعت لهم حاجة اسمها ديستروير، وهو حاجة شبه انسان آلي مهمته بس التدمير، وهو عمل كده عشان يدمرهم ويقتل ثور عشان يبقى الحكم ليه هو لوحده. الشلة دي عامة لقت ثور، لكن ديستروير لقاهم وقضى عليهم، وده خلى ثور يقدم نفسه انه يموت بدلهم. ديستروير ضربه وكان ثور على سيكا وخلاص هيموت. ثور بيصحى بعد كده وبيثبت انه ورثي بالتضحية اللي عملها دي، فالهامر بترجع له وبيستعيد قوته وبيقضي على ديستروير، وبيقول لجين انه هيرجع الارض تاني ولازم يواجه لوكي. في اسجارد لوكي بيخون لوفي وبيقتله وبيكشف عن خطته انه عايز يستخدم محاولة لوفي انه يقتل اودن، انه يدمر يوتنهايم بالجسر اللي احنا قلنا عليه اللي هو الباي فروست، وبكده هيثبت لابوه انه شخص كويس وبورزي. ثور بعد كده بيفايت لوكي، وفي الاخر ثور بيدمر الباي فروست علشان يقضي على خطة لوكي. وهو بيكسر الجسر بيقع هو ولوكي من الجسر ده في الهوية او الابس اللي تحت الجسر ده، بس بيلحقهم اودن اللي صاحي من النوم بتاعه وبيمسكهم هما الاتنين. لوكي مش بيقبل ان اودن يسامحه وبيوقع نفسه في الهوية اللي تحت دي لانه ما كانش مسامح نفسه. ثور بعد كده بيتكلم مع ابوه اودن وبيقول له انه مش مستعد انه يبقى ملك. في نفس الوقت كانت جين في الارض والتيم بتاعها بيحاولوا يلاقوا طريقة لأسجارد. الفيلم بيخلص على كده. في الاندنج سين في الفيلم ده شيلد بتاخد سيلفيج، وهناك بيقابل نيك فيوري وبيطلب منه انه يدرس حاجة شكلها غريب على شكل مكعب، وبيقول له انها ممكن تكون دي جواها قوة ملهاش وصف، وبيظهر لوكي مخفي وبيخلي سيلفيج يوافق، وبيخلص الفيلم على كده. الفيلم اللي بعد كده هيبقى اسمه ذا افنجرز. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.